اهلا بيك في شركة الزوز للتنمية البشرية الكدابة. بقالك فترة مش بتنجح، ما عملتش نجاحات في اخر فترات حياتك، عملت كل حاجة ممكن تتعمل وبرضه مفيش نجاح. الموضوع ده مزعلك ومخليك مش كويس، بس انت نفسك تنجح. طب هتعمل ايه؟ قريت كل كتب الناجحين وبرضه مفيش حل، اتفرجت على فيديوهات ابراهيم الفقي كلها وبرضه مفيش حل، ولو انت مثقف اتفرجت على كل التيدكس وبرضه مفيش حل. بس اقف عندك. مع شركة الزوز للتنمية البشرية الكدابة هنقولك على افضل وصفة للنجاح في اي شيء وفي اي حتة. هتنجح حتى لو انت مش عايز تنجح، هتنجح اكتر من نمبر 1. ثقة في الله نجاح. بس عشان تعرف السر الكبير لازم تكمل الفيديو لاخره، وبعد السر ده هتنجح في كل حاجة في حياتك. كمل بس الفيديو وانت هتعرف السر. كمل الفيديو عشان محدش هيقولك على السر ده، وعشان تتحسب مشاهدة، وعشان احنا مش شركة نصابة فجبنا لكم واحد من عندنا يقول لكم ازاي هو استخدم السر ده. لقد كنت أعاني من الفشل في حياتي، ولا يوجد أي نجاح في حياتي، لدرجة أنهم كانوا يطلقون علي جون، وأنا بالفعل اسمي جون. ولكن بعد أن شاهدت هذا الفيديو إلى آخره لقد تغيرت حياتي، تغيرت 540 درجة، وأصبحت أنجح في كل شيء. لذا أنصحكم بشراء المنتج. مع شركة الزوز للتنمية البشرية الكدابة انت كده. اهلا بكم في الرحلة. قبل ما نبتدي احب اوجه بس كلمة حلوة للناس اللي بتديني فيدباك حلو، واقول لهم انهم بيفرحوني جدا وبيدوني طاقة ايجابية ان انا اكمل واعمل احسن المرة الجاية. فبس ده اللي انا كنت عايز اقوله. لو اول مرة تشوفني، كنا في حلقات عملناها قبل كده، ابقى ارجع شوفها بعد ما تخلص الفيديو ده. وبس يلا نبتدي. طبعا انت عايز دلوقتي تعرف سر النجاح العظيم اللي هتاخده من هنا وتبدأ تنجح في كل حاجة في حياتك. بس عشان تصدق السر ده لازم الاول تسمع الرحلة اللي انت هتاخد منها السر العظيم ده. ونقول في 11 يناير 1907 نشرت جريدة صباح الفرنسية وبتقول: ما دام الانسان معاه عربية فهو قادر يعمل بها اي حاجة. دلوقتي الصعوبات الجغرافية ما بقاش لها اي اثر، العربية دي موجودة هيبقى فيه اثبات لقدرة البشر وعبقريتهم. وقالوا ان العبقرية دي مش هتظهر الا بسباق دولي، والسباق الدولي ده دولي من فرنسا من باريس يعني لحد الصين في بكين. والجريدة هي اللي هتتولى كل حاجة عن السباق ده، دعاية واعلان وكل حاجة. وسعر الاشتراك هيبقى 400 جنيه، وللعربية الرحلة العربية ب20,000 جنيه. وبعد ما نزلوا الخبر ده جات شركة عالمية وقالت: يا جماعة أنا عايز أشترك. وكان أول مشترك في السباق ده هو نبيل إيطالي. هو ما اسموش نبيل، هو اسمها رتبة كده هناك اسمها نبيل إيطالي، يعني أمير. والأمير ده كان اسمه بورجيزا فاسو. لا خلاص مش هقول الحاجات دي من تاني، بس هي آخر واحد بورجيزا عتبة. خلاص استنى. المهم ده بقى الراجل ده بسم الله ما شاء الله كان طول وعرض وراجل شجاع كده ومحترم، وكان معاه عربية 4 سلندر. والراجل ده بقى كانت علاقاته كويس واصل يعني، وده طبعا خلاه ان هو يأمن نفسه بالحاجات اللي هياخدها بالطريق بكل حاجة. وتاني واحد هو كان فرنسي واسمه الماركيز دي ديون، وده كان صاحب شركة عربيات اصلا، ودخل السباق بعربيتين كل واحدة منهم 2 سلندر. والراجل التالت في السباق هو اسمه كونتال، والراجل ده بقى كان كرييتيف عن كل الناس اللي فاتته، ان هو كان جايب بقى كلهم جايبين عربيات عادية، لا انا عايز بقى ابقى كرييتيف عن الناس التانية، جايب عربية ب3 عجلات بس. واخر واحد اشترك في السباق وهو كان ستاند اب كوميدي او مهرج يعني، والمهرج ده كان اصلا بيشتغل في سباق الخيل وكان افاق ومفلس وكان حالته بالبلد. بس مش عايزين بقى برضه نجيب في سيرته، الراجل برضه ميت وله ما له وعليه ما عليه. والراجل المهرج ده برضه راح للشركه هولنديه وقال لهم: يا جماعه انا عايز عربيه تسابق فيها في السباق ده، وهم طبعا وافقوا علشان الدعايه والشو اللي هيتعمل عليهم يعني. يبقى كده في 5 في السباق. اول واحد هو الامير الايطالي بورجيزا، تاني واحد واللي داخل بعربيتين اللي هو الماركيز من فرنسا، وتالت واحد الكرييتيف ابو 3 عجلات، والرابع الخليل كوميدي المهرج اللي طالع يهزر معاه.
وقرروا خلاص ان هم هيطلعوا ويعدوا المصاعب والمهاول والاهوال وكل الحاجات دي. وقبل ما يجوا يبداوا جت الحكومه الصينيه وقالت لا محدش لعب هنا، والشياطين الاجانب دول كانت بتقول عليهم شياطين اجانب، والشياطين الاجانب دول ما هماش داخلين هنا، واللي هيجي هفس العجله بتاعته. طبعا الجريده بقى عملت شويه حبشتكنات وبتاع وكده لحد ما ايه خلاص ضغطت على الحكومه ووافقت، بس بسبب الاحوال الجويه الوحشه اللي كانت هناك قرروا ان هم يبداوا السباق بالعكس من الصين لفرنسا مش من فرنسا للصين. قبل ما يبداوا السباق قرروا بقى ان هم يعملوا ايه للشياطين الاجانب دول حفله بقى شياطين بقى شياطين، قعدوا بقى يغنوا ويصهللوا ويفرحوا وكده. وعمك الخليل كوميدي اللي طالع معاهم ده راحت جايه واحده ست ومقطعه هدوم وواخداها حرقاها قدامه وتقول له ايه على بركه الله. والله قالت له على بركه الله، هي مش بالظبط يعني قالت له على بركه الالهه بس هي نفس المعنى. وبعدها تحدد ميعاد السباق وهو 11 يونيو، وخلاص قرروا ان هم يطلعوا. طلعوا من بكين وكان هو اول واحد يطلع منها هو الامير الايطالي والباقي كان وراه. وبعد ما طلعوا ومشوا شويه الامير بيبص وراه ما لقاش حد، بس هو ما فكرش وكمل تاني. عمك بقى الخليل كوميدي راح بص وراه قال لا مفيش حد، انا لازم اشوف الناس دي، وراجع لهم ولقاهم عدوا من باب تاني خالص، فرجعهم للطريق الصح وكملوا الرحله. لما جت سأل بقى الامير بعد الرحله يعني عن الحوار ده قال ايه ان الرحمه الانسانيه لها حدود، وان احنا مش هنبكي على حد لان دي رحله صعبه وفيها صعوبات وفيها عقبات كتيره لازم نواجهها، فلازم ما نستسلمش من الاول كده. وبعدها كمل رحلته. وهو ماشي كان لازم يقابل بقى اول عقبه في الطريق، وان هو في كوبري من الرخام اعلى من الطريق بحوالي نص متر، فهو مش عارف يعدي ازاي بالعربيه، فراح اشترى كتلتين الخشب اللي هم بيتحطوا اللي هم بيبقوا طالعين شبه الهرم دول وحطوهم، وراح طالع بالعربيه واخدهم رايح هناك نزلهم نزل بالعربيه. ودي كانت اول عقبه عدت عليه وكانت اسهل عقبه يعني. وكمل في المعركه اللي بيقول عليها. وبعد فتره طويله جدا قرر الامير ان هو يريح شويه وراح نازل في مدينه ناناكوف وقعد فيها. والتانيين بقى ريحوا في الطريق وقالوا ايه احنا بكره نكمل. وهم ما عرفوش بقى الا الصبح ان هم كان على بعد حوالي ميل من المدينه اللي كان فيها الامير، هي بالمناسبه تبعد حوالي 40 ميل عن مدينه بكين. بعد ما كمل الامير طريقه للحدود حدود منغوليا قابل بقى حاجات صعبه جدا، جبال بقى ومنحدرات بقى وحاجات فوق وحاجات نازله وحاجات ارض سايبه وارض. وقرر ان هو يأجر شيارين ان هم يزقوا معاه لحد ما يعدي الطريق ده. بعد ما كمل رحلته قرر ان هو يريح في فندق، وكان شكله من التجمع عشان كان قاعد بيقول ايه الفندق قذر بس الناس حلوه، زي اللي هو يقول لك إيه انتوا ناس جربانين بس دمكم زي العسل. وقعد وريح وتاني يوم طلع. وبعد ما طلع بقى عدى سور الصين العظيم، وبعدها اتفتح على ارض الله الواسعه وشاف بقى مستنقعات واراضي زراعيه وجبال وكل حاجه. وبعد ما ماشي بقى ده كله ووصل لحدود سيبيريا عملوا له بقى هناك حفله جامده جدا بقى وهيصوا وكده. وتاني يوم طلع ومشى وكمل رحلته. ويبقى كده حد حوالي 7 ايام على الرحله بتاعته. رغم ان هو عدى مسافه بس لسه برضو المسافه اللي باقيه اكبر. وبصراحه بقى المسافه اللي جايه هي اللي فيها الشغل كله، اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص. لان الجزء الصعب في الرحله هو منغوليا وصحراء جوبي، هم دول بقى اللي فيهم الشقلباظات واللي فيهم كل حاجه، فعلا الجانب الخطير من الرحله. وبالرغم ان في محطات كل مسافه في محطه، بس برضو كل عربيه خدت كل اللي يلزمها واللي يلزمها جامد، خدت الحاجات الضروريه وبكثره جدا عشان تأمن نفسها برضو، اصل هي برضو طالعه في الصحراء وممكن يحصل معاها اللو. وخدوا بقى البنزين والاكل والشرب وخدوا كل حاجه. وعشان هم خدوا كده برضو رغم انه في محطات كانوا متاكدين ان العربيات هتعطل، وبالفعل العربيات كلها عطلت في الصحراء، وجابوا حصينه عشان تشدها لمده يومين، واليوم الثالث هم اللي بنفسهم شدوها. ورفضت القبائل الموجوده ان هي تساعدهم او حتى تهزر معاهم. ده جه عمك الخليل الكوميدي اللي رايح معاهم ده جاي يهزر مع بنت صغيره بقى من البتاع ويشيلها وي 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 وي. القبيله قفشه وراحوا مشوا سابوا البت مع الخليل الكوميدي، وراجع بقى يتاسف لهم ويرجع لهم ويهبل لهم ويعمل لهم بس ايه برضه قفشوا جامد. وبعدين كملوا الرحله. وعمك بقى الامير الايطالي بورجيزا ده جه في الصحراء وراح وغرز في الرمل غرزه لا معلمين، وجاب برضه ناس تشيل وحصنة تشد وثيران تزق وكل ده كله، والعربية مرضتش تتحرك خالص. فقرر بقى اللي هو الأمير ده إن هو يفكها حتة حتة، يعني جاب العربية، تخيل كده جاب العربية وراح فككها كلها وراح شايلها لحد ما عدى الحتة دي وراح مركبها تاني وكمل رحلته عادي. ومشي الأمير. ولما وصل على حدود الصين فرح وأكل وشرب وعمل كل حاجة نفسه فيها، وراح تاني ماشي باتجاه بحيرة بايكال.
وهو ماشي بقى لقى ان هو من المستحيل ان هو يعديه العربيه بتاعته في مركب، فقرر ان هو يشوف زي الافلام وان هو يعديها على الجسر. وبرضه زي الافلام اول ما جه يجرب الجسر يشوف هيستحمل ولا لا الجسر مش مستحمل وهيقع بيه. فقال لا يا عم الحمد لله انا اشوف حته تانية. وبعت للحاكم ان هو يربط البتاع في القطر ويوديها في القطر. بس لما ركب القطر بقى اتفاجئ، القطر ماشي على سرعه 10 كيلومتر في الساعه، ادي اول حاجه. ثانيا بقى ماشي والعربيه بدات تتفكك والبتاع. لا قال على ايه يا جدعان ينزلوني احسن. ولما نزل لسوء الحظ بقى ان هو لقى برضه نفس يعني نفس جسر، يعني جسر مش نفس الجسر بس نفس جسر تاني، جسر تاني فهمني، جسر تاني. فقرر المره دي بقى ان هو يعدي، قال لا انا هبقى ها. فقرر ان هو يعدي ومشى في الجسر. وهو ماشي على الجسر وزي المتوقع اول ما جه في نص الجسر راح وقع. شفت الوقعه؟ هو وقع كده بالظبط. بس لحسن الحظ بقى ان هو وقع على الاستبن، هو ما حصلوش حاجه، بس الراجل اللي معاه اللي هو الميكانيكي اللي المفروض معاه يعني اتشخرم شخرمه. المهم فقعدوا كده وصلحوا البتاع في 5 ساعات وكملوا الرحله. وراح سايب لهم ورقه قال يا جماعه للناس يعني اللي مشت وراه، يا جماعه ما تاخدوش الطريق ده علشان الطريق ده كذا كذا وشوفوا لكم طريق تاني. فهم برضو ما دوروا ما لقوش حل غير ان هم يطلعوا في القطر. ولما وصلوا مدينه اركنسك مش متاكد برضو، استنى كده نجيب اطلس بتاعي ده ونتاكد من من المدينه. متاكد من المدينه اهو، شايف فين اهي هنا افريقيا. استنى كده اما اجيب مصر واشوف نفسي فيها. انا اهو. لا خلاص نركز بقى. لما وصل للمدينه دي يوم 3 يوليو لقوا ان الامير كان موجود فيها بس مش الصبح، وهم كانوا جايين يكملوا رحلتهم. كان المهرج الخليل كوميدي العربيه بتاعته الزيت بتاعها بيتسرب وكانت بتبوظ، فراح واخدها وحاططها في قطر ووديها مدينه تانية تتصلح ورجعها. وده خلى الفرنسيين يسبقوه بشويه حلوين. ولما وصلوا الفرنسيين دول لحدود اوروبا واسيا يحتفلوا ويريحوا كده في الفندق يوم ويمشوا بكره. وفي اليوم ده تاني يوم الصبح لقى في صوت مزعج الصبح كده، صوت دب وخبط وبتاع. فبيبصوا لقى ان الخليل كوميدي لحق بيهم، كان بينام 4 ساعات بس، كان بيشتغل 20 ساعة علشان يوصل لهم ووصل لهم. بس كان الامير بورجيزة ده بقى كان عداهم بكتير، ده كان مسافر المنطقة دي بقى له اسبوعين. وكان صرح ان هو كان اتبقى له بس المانيا وخلاص يخش فرنسا. هو صرح ان هو يخش يوم 5 اغسطس اللي هو حوالي بعد شهرين من بداية السباق. وبالفعل عملها الامير بورجيزة فاسو ووصل لفرنسا وفاز بالسباق. فاز بسباق ما بين فرنسا والصين، وصل الاتنين ببعض بتقريبا من اكبر السباقات في العالم ان ما كانش الاكبر. وطبعا مش عايز اقولك اللي عملوه فيه لما يعني هيصوا وفرحوا لما يعني اتشقلبوا كده من فوق بعض كده من الفرحة. وبعد الفرحة دي كلها انت مستني اقولك على السر العظيم اللي خلى واحد زي الامير بورجيزة ده يفوز بالسباق، وانا هقولهولك اهو. السر هو لا ما ينفعش لازم تعرف الناس التانية حصل لها ايه الاول. عمك الناس التانيين دول بقى كانوا بعدين بيحفلوا ويهيصوا وبتاع، وده طبعا خلاهم يتاخروا شويه. فعبا لما طلعوا ومشوا الطريق حصل بقى بلوت تويست اللي هي التواء في الحبكه. عمك المهرج الخليل كوميدي اللي انت مستهتر بيه طول البتاع ده طلع نصاب. تخيل طلع نصاب وبيسرق ده كله حرام. قلت لك افراح ومفلس والكلام ده كله ما سمعتنيش، وكلام بتجنى عليه والكلام ده. بس ما المره الجايه بقى ما تخلينيش يعني يا ابو يا جدع. والشرطه بتدور عليه وهتجيبه وهتقبض عليه ومش هتخليه يكمل السباق. وده طبعا خلى الفرنسيين هم يوصلوا الاول، هم كانوا وصلوا بعد حوالي 15 اغسطس. وعشان اقول لك بقى البلوت تويست التانية بقى اللي هي اكبر منها، ان هو ما دخلش السجن وعمل سباق تاني. بس السباق بقى كبير برضه ما بين نيويورك واليابان، والطريق يعني مهم يعني مش مهمتي.
والشركه الهولنديه اللي كانت بعتها لهم ان هو تشغل عربيتهم طلع طبعا ده نصاب وبتاع، بعتوا واحد تاني ان هو يروح معاهم يوصل العربيه، وبكده السباق خلص. وكان الاول الامير بورجيزا، وبعدين الاتنين الفرنسيين اللي هو تبع الماركيز، والاخير اللي هو مكان المهرج شارل. وبكده بتنتهي من حوالي اكبر الرحلات في التاريخ او اكبر السباقات في التاريخ، من اكبر عشان برضه لو طلع في حاجه اكبر ما تقولوش ده. وهي بعد ما قلت لك الرحله دي كلها والسبب اللي تقريبا انت داخل مع عشان تعرفه اللي هو سر النجاح، وكان سر النجاح هو لما جوا يسالوه، والسر هو سنعود بعد قليل. ولا جبت النتيجة؟ قالت يا حاج جبتها ولا لا؟ ايوه جبتها. جبت كام؟ 60%. 60%؟ انا مش مصدق حلم السنين اللي مستحقش ان انت تعيش. انا خدت الضربة بجد، انا خدت الضربة بجد، انا خدت الضربة بجد، انا خدت الضربة بجد، انا خدت. لا المره دي بقى هنقوله المره دي بقى ان هو دماغ شغاله مش بتنام. لا والله حقيقي فعلا ان هو دماغ شغاله مش بتنام. الراجل لما سالوه انت ازاي وصلت كده، قالوا له انا كنت بصحى الصبح. قالوا له طب ازاي؟ عادي يعني نشاط وحيويه وكده. قال لهم لا انا ما كنتش بنام، كان عندي ارق واوفر ثينكينج والحاجات دي. فتخيل ان الدماغ شغاله مش بتنام هو سر النجاح العظيم. عشان كده في ناس تانية دماغ شغاله مش بتنام وبرضه ايه بتعدي، بس ربنا تاب عليهم يعني. فبس كده، يا رب تكون الرحله عجبتكم وتكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتكم طبعا مش عايزني اقول لكم كل مره، في حلقات فاتت، واشترك في القناه وفعل الجرس عشان في حلقات جايه اجمد من دي. وطبعا اعمل لايك وشير وكومنت والحاجات اللي هي الحلوه اللي بتشجع الواحد ان هو يعمل احسن. فما تنساش بعد ده كله، وفي روابط الدعم كلها في الديسكريبشن لو عايز تعمل اي حاجه. وبس كده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم وسلام. دماغ شغاله مش بتنام، دماغ شغاله مش بتنام، دماغ شغاله مش بتنام. خد الدواء.